الإعدام ولا أخاف من أبما بالكون فتعرفوني. ما حد يشرح تاريخي من 59 إلى اليوم. فأنا أدري هنالك ضغط عليه. هل عندك سؤال محدد؟ نعم راح أسأل. وأنا خدمتكم 30 سنة. نحن أمام قضية جنائية. إذا عندك أسئلة أو مداخلة في هذا الموضوع. طيني مجال لا تقاطع عن نفسي. أنا دافع عنكم. سيادة القاضي يريدكم بالرماح وسيوف بوجه الأعداء، وأنا فيها هنا لا أدافع عن صدام حسين. سبق أن قلت أن نفس صدام حسين أكبر من أن ندافع عنها حتى صدام حسين. حتى لو كان أحد منكم لا يصلي، في الدستور الدولة سواء الدستور اللي وقع صدام حسين ومؤمن به أو الدستور المخترع اللي ملاه المستشار الأمريكي على العراقيين، الإسلام دين الدولة. أنبه مرتين على وقت الصلاة لكن تهمل. لا لم تهمل، لكن الشاهد كيف ما تهمل؟ لا يمكن مقاطعة. كيف يؤجل رب العالمين، يؤجل حق رب العالمين. أنت إذا عندك شيء من هذا القبيل اكتبها وقدمها لرئاسة اللجنة. لا من فضلك، الوقت هذا من فضلك، أنا مو طالب مدرسة عندك، يعني لا تخليني أحكي بطريقة ما أريدها لي ولا لك ولا لأي واحد. قاطعني واستمر بالكلام ما سكته، لكن هو سأل سؤال جوابي نعم ضربت، وفي كل مكان من جسمي وآثارها موجودة حتى يومنا هذا انه نعم ضربنا ومتبل الامريكان وعذبنا. خذ واحد هذا الرجل من يقوم يقضى بالحيط حتى ما يقع، لأنه بخامس البنادق على رقبته إلى أن سقطوه. ذاك سقطوه، هاي بردان سقطوه، يعني منه النوم. أبو نادية إلا طلعوا عظام رجليه. لم أمارس المحاماة. أنا تعرفوني أحط نقاط على الحروف في السياسة وفي غير السياسة، ولذلك الصهيونية والأمريكان المسؤولين يكرهون صدام حسين، ويكذب البيت الأبيض مرة أخرى، وهو كذاب رقم 1 بالعالم، مكشوف، لأنه قال في العراق كيمياوي وعلاقة مع الإرهاب، ثم صرح لاحقا أنه لم نعثر على شيء من هذا في العراق. فأريد أقول أيضا صرح قال انه اللي قاله صدام حسين مو صحيح. طيب انا ثبتت هذه الاصابات اللي اصابتني امام 3 مجموعات طبية امريكية على التعاقب، طعن برئيسكم ل35 عام. فاذا معناه ان العراقيين قبلوا شخص كذاب، والعراقيين ما يقبلون بالكذاب، ولذلك يرفضون الكذابين الآن. لكن صدام حسين في الديمقراطية الأمريكية التي فضحت هنا في العراق العظيم، يجي بوش ويقعد هنا ويحاكمني ما يهمني، طز عليه وعلى كرسيه وعلى أبوه الذي قبله والزين.